اقوى ثلاث ممثلات في مصر حاليا بدون اي فلسفه او حوارات كتير. رقم واحد بالنسبه لي منة شلبي. منة شلبي يا جدعان، دي ممثله ترشحت لجائزه الايمي. يعني ايه الايمي ده؟ فاهم انت؟ الايمي ده يا باشا اللي هو يعني الاوسكار بس بتاع المسلسلات، والحدث ده مش هيتكرر كتير او مش هيتكرر تاني على ما اظن يعني. ماشي. حدث صعب جدا، ما اتغطاش اعلاميا خالص. حسيت ان ايه، الموضوع كبير قوي لدرجه ان الناس ما استوعبتهوش في مصر، يعني لك تتخيل. يعني لما بتظهر في اي عمل، العمل بيكون قوي وهي تثبت نفسها وتبقى اقوى من في العمل. يعني هي مش بس خدوني معاكم في عمل قوي وخلاص وكاميرا شوفيني ويعني مش عارف ايه، لا، هي دايما بتظهر اقوى من في العمل، كانت سينما او حتى دراما. اما رقم اتنين بالنسبه لي هي ريهام عبد الغفور. سنه 2023 على ما اظن هي عملت 5 مسلسلات، من ضمنهم الغرفه 207 ومنعطف خطر. الممثلة دي عملت كل الأدوار عكس بعضيها في سنة واحدة، تلات أربع